والتركيز الشديد المتبادل ما بين لاعبي الفريقين. ادي كرة مرة تانية وادي التسديدة، جول 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 جول. عملها محمود عبد الحكيم، عملها محمود عبد الحكيم في الدقيقة 57. النسر الأخضر بيتألق ويحلق في ملعب الجونة من تسديدة على حدود منطقة ال18، تسديدة بالقدم اليمنى على يمين مسعد عوض علشان يتقدم المصري البورسعيدي بهدف مقابل لا شيء. ادي الكرة المتسقطة وادي التدخل والسقوط من سعد سمير، والاشارة باستمرار اللعب ثبته محمود عبد الحكيم وحط تسديدة فيها دقة وفيها تركيز على يمين مسعد عوض اللي اكتفى بالمشاهدة علشان الدقيقة 57 والقدم اليمنى لمحمود عبد الحكيم تحرك الشباك الساكنة. 1-0 لمصلحة النادي المصري، ويتحرر أخيرا اللقاء من التعادل السلبي اللي سيطر عليه 56 دقيقة. أحمد رؤوف هيخرج، بيتألم أحمد في الكرة اللي كان فيها التحام. ادي الكرة مرة تانية، هل فيها خطأ؟ لكن حكمنا الدولي اشار باستمرار اللعب واستغلها بذكاء محمود عبد الحكيم اللي سدد، وسط حراسة من مدافعي النادي الاهلي ما حدش ضغط عليه علشان محمود عبد الحكيم يفتتح التسجيل في هذا اللقاء ويفتتح التسجيل الشخصي لهذا الموسم بقميص النادي المصري. ادي تحية زملائه، مش بقول لحضراتكم 3 نقاط النهارده من الماظ. وادي سعد سمير اللي سقط في الكرة اللي اسفر عنها الهدف الاول، لازال بيتلقى العلاج، كان واخد كدمة في اللقطة اللي فاتت ديت من رؤوف، ولكن البنا اشار باستمرار اللعب. 1-0 عن طريق محمود عبد الحكيم. الخبرة تحدى